فاكرين الترند ده اللي كان منتشر الفترة اللي فاتت؟ فيديوهات هيكل عظمي لبني آدم اللي كانت بتشرح ماذا لو بشكل علمي ومرعب شوية في نفس الوقت. النوع ده من المحتوى مكسر الدنيا، ملايين المشاهدات، تفاعل رهيب. النهارده بقى جاي اقولك ان في نسخة اقوى والطف منه كمان، نفس الفكرة بالظبط، لكن بدل ما تكون عن بشر هتبقى عن حيوانات. المحتوى ده اسمه Animal Education، فيديوهات تعليمية بتعرض الحيوانات على شكل هيكل عظمي، وبتجاوب على أسئلة زي ماذا لو الكلب أكل شوكولاتة؟ ماذا لو القطة أكلت لحمة نية؟ أو مثلا ماذا لو الأسد ربى قطة صغيرة؟ المحتوى ده ممتع للأطفال ومفيد برضه للكبار، وفي نفس الوقت بصريا جذاب جدا، وبيحقق ملايين المشاهدات لأنه بيجمع ما بين التعليم والفضول والترند. وفي الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل نوع ده من المحتوى بشكل شبه تلقائي. يا دوبك احنا هنعمل غير كام خطوة بسيطة، وهوريك ازاي تقدر تنتج بالثلاثة والخمسة والعشر فيديوهات في اليوم، ويمكن اكتر كمان، بدل ما كنت بتعمل فيديو واحد بالعافية. وكل الكلام ده هنعمله بالذكاء الاصطناعي بشكل تلقائي، وكمان مجانا تماما من غير ما تدفع جنيه واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. فيا ريت قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتوعك، وانك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير، ويا ريت تصلي على النبي قبل ما نبدا صلى الله عليه واله وسلم. في البدايه كده يا شباب هنفتح عندنا الشات جي بي تي عادي جدا، وهنروح هنا على شمالنا عند الجي بي تي اس، وهننزل تحت هنا ونضغط على اكسبلور جي بي تي اس. انت بنسبه كبيره هتلاقي ان كلمه اكسبلور جي بي تي اس مش ظاهره عندك هنا. لو ما كانش ظاهره عندك هنا، وبرضه لو انت شغال من على الموبايل، اكسبلور جي بي تي اس برضه مش هتكون باينه عندك هنا. فاللي انت هتعمله هتطلع فوق هنا عند الابس او التطبيقات، وهتضغط عليها بالمنظر ده، وهتلاقي ان هنا فوق في زر مكتوب عليه نماذج الجي بي تي، فهتضغط عليها وهتفتح معاك الصفحه دي. هتروح هنا عند السيرش وهتكتب الجمله دي اكس راي انيمال ريفرنس، وهتضغط هنا. بعد كده هتنزل تحت هنا وتضغط على ستارت شات. ولو انت عايز تضيف الاداه دي عندك عشان لو انت عايز تستخدمها بعد كده، هتطلع فوق هنا عند اكس راي انيمالز وهتضغط عليها. هتنزل تحت هنا وتضغط على كيب انسايد بار، وهتلاقيها بقت موجوده عندك هنا في الجي بي تي اس عشان لو انت عايز تستخدمها بعد كده. دلوقتي كل اللي احنا هنعمله هتنزل تحت هنا وتكتب الحيوان اللي انت عايزه. تقدر مثلا تكتب كلب، تقدر تكتب قطه، تقدر تكتب حمامه، تقدر تكتب مثلا دب، تقدر تكتب اسد. المهم يعني تقدر تكتب اي حيوان انت عايزه. انا على سبيل المثال هكتب مثلا كلمه كات اللي هي معناها قطه، وهضغط هنا عندي على ارسال. وبالفعل كده زي ما انت شايف هتلاقي ان الشات جي بي تي كتب لي كذا برومت بالمنظر اللي انت شايفه ده. لو انت بتعرفش البرومتات دي بتاعت ايه، فبكل بساطه البرومتات دي هنقدر عن طريقها نثبت شكل الكاركتر او شكل الشخصيه، او يعني شكل الحيوان اللي احنا عايزين نطلعه معانا في كل المشاهد بحيث شكله متغيرش. فاحنا عن طريق البرومت ده هنقدر نصمم الكاركتر او الشخصيه بتاعتنا. وزي ما انت شايف هتلاقي ان هو عامل لك كذا برومت. البرومت الاول ده هيعمل لك صوره للقطه ولكن من الزاويه الاماميه، اما البرومت التاني ده هيعمل لك برضه صوره لنفس القطه ولكن من الزاويه الجانبيه، والخلفيه بتاعت الصوره هتكون خضراء او اللي هي اسمها جرين سكرين او الكروما. اما البرومتين اللي تحت دول هيعملوا بالظبط نفس الكلام بتوع البرومتين اللي فوق، ولكن خلفيه الصوره هتكون زرقاء فقط. تقدر تاخد اي برومتين من هنا. انا مثلا على سبيل المثال هاخد اول برومتين اللي هما باللون الاخضر، ولو انت عايز تاخد البرومتين اللي تحت اللي باللون الازرق مفيش مشكله خالص. فهنطلع فوق هنا عند اول برومت وهنحد عليه بالمنظر ده وناخده كوبي. تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول البرومت ده الى صوره. تاني موقع هنستخدمه لتحويل البرومت الى صوره هو موقع فلو. هتسجل عليه بحسابك عادي جدا، وبعد ما تسجل عليه بحسابك عن طريق الجيميل هتنزل تحت هنا وتضغط على نيو بروجكت. بعد كده هتنزل تحت هنا وتضغط هنا. بعد كده تضغط هنا على كرييت ايمج. بعد كده هتضغط هنا على سيتنجز او الاعدادات، وهنروح هنا عند الاسبكت ريشيو او مقاس الصوره، وهنختار المقاس ده اللي هو من 9 ل 16 عشان ده مقاس الفيديوهات القصيره او الفيديوهات الشورتس اللي احنا عايزينها. وهتختار من هنا الصور اللي انت عايزه ينتجها لك في المره الواحده. انا هختار صورتين. بعد كده هتنزل تحت هنا وهتضغط هنا على الموديل، وهتختار النموذج ده اللي هو بتاع نانو بنانا برو. وخلي بالك عشان الخطوه دي مهمه جدا، لازم تختار النموذج ده اللي هو نانو بنانا برو. بعد كده تنزل تحت هنا وتعمل بيست او لصق للبرومت اللي احنا اخدناه كوبي. بعد كده تضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف هيبدا دلوقتي في توليد الصورتين. وزي ما انتم شايفين كده عمل لي اول صوره بتاعت اول برومت اللي هي المفروض تكون لصوره قطه ولكن من زاويه اماميه
هتختار من هنا اي صوره. انا مثلا هختار الصوره دي، فهعمل لها داونلود من هنا. بعد كده هضغط هنا على داونلود 2K علشان الصوره تتحمل معايا بدقه عاليه. هرجع تاني على الشات جي بي تي وهنزل تحت عند تاني برومت اللي هي المفروض تكون الصوره القطه ولكن من زاويه جانبيه، وهحدد برضو على البرومت ده وهاخده كوبي. هرجع تاني على فلو وهنزل تحت هنا وهعمل هنا بيست او لصق لتاني برومت. وقبل ما تضغط هنا على جنريت اتاكد ان كل حاجه مظبوطه. انا مثلا هعمل دي على صورتين، تاكد انه عامل الموديل على نانو بنانا برو، وتاكد من مقاس الصوره، وتاكد من عدد الصور. لو انت لقيت كل حاجه مظبوطه هتضغط هنا على جنريت او توليد. زي ما انت شايف كده عمل لي تاني صوره لنفس القطه ولكن من زاويه جانبيه. فهتحمل من هنا اي صوره عجباك. انا هحمل مثلا الصوره دي، فهعمل لها من هنا داونلود 2K والصوره هتتحمل معايا في خلال ثواني. لو انت واجهتك اي مشكله في استخدام موقع فلو، في موقع تاني ممكن تستخدمه اسمه ويسك. الموقع برضو ده ممتاز جدا وبتقدر عن طريقه تعمل صور بلا حدود بشكل مجاني تماما. لو انت فتحت موقع ويسك ونزلت تحت هنا وعملت بيست او لصق للبرومت اللي انت عايز تحوله الى صوره، ونزلت تحت وضغطت هنا واخترت المقاس ده اللي هو من 9-16، وبعد كده هتضغط هنا على جنريت وهيبدا دلوقتي يحول لك البرومت ده الى صوره. زي ما انت شايف كده برضو بيطلع نتائج ممتازه جدا. ولو عايز تحمل اي صوره هتضغط هنا على داونلود والصوره تتحمل معاك في خلال ثواني. استخدم الموقع اللي انسب لك. هادي دلوقتي عندك ويسك وعندك موقع فلو، ولكن يا شباب الصراحه انا بفضل ان انا استخدم موقع فلو لان انا عن طريقه بقدر استخدم النموذج بتاع نانو بنانا برو اللي طبعا بيطلع صور احترافيه. ولكن خلي بالك ممكن موقع ويسك ما يشتغلش عندك في بعض الاحيان بسبب ان هو بيكون غير متاح في الدوله اللي انت عايش فيها. فانت في الحاله دي ممكن تستخدم عندك اي في بي ان. في مثلا في بي ان اسمه بلانت في بي ان، تقدر تنزله عندك على المتصفح وتعمله على اي دوله تانية زي امريكا، وتضغط هنا على كونكت علشان يتصل. وبعد ما يتصل بالدوله التانية دي هتعمل من هنا ريفريش وان شاء الله هتلاقي ان الموقع اشتغل معاك بشكل طبيعي جدا. احنا خلاص دلوقتي بقى معانا الصورتين بتوع القطه من زاويتين مختلفين. تعالى بقى اقولك ازاي تقدر تحافظ على شكل القطه دي في جميع المشاهد بتاعه الفيديو من غير ما شكلها يتغير. هترجع تاني على الشات جي بي تي وهتروح على شمالك هنا وهتنزل تحت هنا وتضغط على اكسبلور جي بي تي اس. طبعا انا شرحت لك من شويه ازاي تقدر تدخل على الصفحه دي. المره دي بقى هنبحث في السيرش هنا عن اداه جديده اسمها اكس راي انيمال شورتس اللي هي الاداه ديت. فهتضغط عليها بالمنظر ده وهتنزل تحت هنا وتضغط على ستارت شات، والاداه التانية هتفتح معاك بالمنظر ده. لو انت بتسال الاداه دي بتعمل ايه، الاداه دي بتقدر انها تعمل لك سكريبت عن فكره الفيديو اللي انت عايزها، بل وكمان تكتب لك برومت للمشاهد بتاعه الفيديو. هتنزل تحت هنا وتكتب الفكره اللي انت عايزها عن الفيديو. بما ان انا عايز الفيديو بتاعي يتكلم عن قطط، فهكتب مثلا حاجه زي مثلا ماذا لو اكلت القطه لحمه نيه. تقدر تكتب فكره الفيديو بتاعتك باللغه العربيه والاداه هتفهم عادي جدا ما تقلقش. هنضغط هنا على ارسال وزي ما انت شايف كده في خلال ثواني هتلاقي ان الاداه بالفعل كتبت لي كذا برومت. حوالي عملت لي 6 برومتات للمشاهد بتاعتي، واقدر حاليا ان اخد البرومتات دي واحولها الى صور بكل سهوله. ولكن بدل ما تاخد بقى برومت وتحولها لصوره، في طريقه تانية هنستخدمها هنقدر من خلالها نحول جميع البرومتات دي الى صور مره واحده بشكل تلقائي. فتعالى اوريك تعمل ايه. كل اللي دلوقتي اللي انت هتعمله هتنزل تحت هنا وهتكتب الجمله دي: استخرج البرومتات في ملف TXT. البرومتات فقط بدون كتابه رقم المشهد وبنفس الترتيب. هتلاقيني سايب لك تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت الجمله اللي انا كتبتها دي بحيث تقدر تاخدها كوبي وتضيفها عندك. بعد كده نضغط هنا على ارسال. بالفعل زي ما انت شايف كده هتكتب لك البرومتات بتاعتك بالمنظر اللي انت شايفه ده. وطبعا الطريقه دي هتسهل علينا تحويل جميع البرومتات دي الى صور مره واحده. فهنطلع فوق هنا وناخد كوبي للست برومتات دول. بعد كده يا شباب هنفتح المتصفح بتاع كروم وهنحمل عندنا الاضافه دي اللي اسمها اوتو فلو. دي يا شباب اضافه تقدر تنزلها عندك على المتصفح بتاع كروم، وخلي بالك الاضافه دي بتنزل على كروم فقط وما ينفعش تنزلها على اي متصفح تاني غير كروم. وتضغط هنا عندك على اد تو كروم، ولكن انا علشان منزل الاضافه دي بالفعل عندي فمش محتاج ان انا اضغط تاني على اد تو كروم. ولو انت شغال على الموبايل مش هتقدر برضه تنزل عندك الاضافه دي، لازم تنزل متصفح اسمه كواتا. هتقدر تنزله عندك من بلاي ستور. ودلوقتي هجيب لك جزئيه من فيديو قديم انا كنت عامله وهوريك من خلاله ازاي تقدر تحمل عندك اي اضافه عندك من خلال الموبايل باستخدام المتصفح بتاع كواتا براوزر. شوف الجزئيه دي من الفيديو بعد كده تعالى نكمل. هتفتح عندك بلاي ستور من الموبايل وهتضغط هنا على بحث وتطلع فوق هنا وتدور على متصفح اسمه كواتا براوزر. وده يا شباب المتصفح اللي احنا هنحمله، اللي احنا عن طريقه هنقدر نثبت الاضافات دي عندنا على الموبايل. فكل اللي انت هتعمله هتضغط عندك على المتصفح وبعد كده تضغط هنا على تثبيت وتثبته عندك على الموبايل. وبعد ما تثبت المتصفح عندك على الموبايل هتفتحه بالمنظر ده وهتنزل تحت هنا وتكتب اسم الاضافه دي اللي هي اسمها اوتو فلو اكستنشن، وبعد كده تضغط عندك على انتر. وبعد كده هنطلع فوق هنا وهنضغط على اول رابط هنلاقيه في وشنا اللي هو الرابط ده، وبعد كده هنقرب كده شويه وهنضغط هنا على اد تو كروم.
بالمنظر ده، وبعد كده نضغط هنا على حسنا، وبالفعل الاضافه هتنزل عندنا على متصفح. لو انا بقى عايز استخدم الاضافه دي هنزل تحت هنا عند الثلاث نقاط وهضغط عليها، وبعد كده هضغط هنا على علامه الاكستنشن او الاضافات، وبالفعل هتلاقي الاضافه اتحملت عندي هنا بالمنظر ده. ولو انا ضغطت عليها كده زي ما انت شايف هتفتح معايا بشكل طبيعي جدا. تقدر بقى بالطريقه دي تنزل اي اضافه عندك على الموبايل. فطبق بقى معايا الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي. تمام، بعد ما تحمل الاضافه عندك على المتصفح وهتلاقي ان الاضافه بتاعت اوتو فلو اتضافت عندك فوق هنا بالمنظر ده. زي ما انت شايف الاضافه شغاله بشكل طبيعي جدا. اول ما تفتح الاضافه بتاعت اوتو فلو فهتضغط هنا، بعد كده هتضغط هنا على جو تو فلو وهيتفتح لك الصفحه اللي احنا كنا موجودين عليها من شويه. هتروح هنا عند الكرييشن مود وتاكد انك انت عامله على نانو بنانا برو. بعد كده تنزل تحت هنا عند الريفرنس ايمج او الصور المرجعيه. بعد كده نضغط هنا على اد وهنرفع الصورتين اللي احنا عملناهم من شويه، اللي هي الصوره اللي هتكون لقطه من زاويتين مختلفين. بعد كده نضغط هنا على اوبن، وبعد ما ترفع الصورتين دول هتضغط على كل صوره ضغطه بالمنظر ده. وبكده الاضافه فهمت ان انا عايز الصورتين دول يكونوا صور مرجعيه. وبعد كده نضغط فوق هنا على السيتنجز او الاعدادات. بعد كده ننزل تحت هنا عند images per task، هتختار من هنا عدد الصور اللي انت عايزها لكل برومبت. انا مثلا هخليها على صوره واحده، وتقدر برضو تعملها على صورتين لو انت حابب. بعد كده هتروح هنا عند الريشيو او مقاس الصور وهتعمله على 9 ل 16 اللي هو المقاس ده. هترجع تاني وتضغط على كنترول وهتنزل تحت هنا عند البرومبت وهتعمل بيست او لصق للست برومتات اللي احنا خدناهم اللي هم بتوع المشاهد. بعد كده هتنزل تحت هنا وتضغط على الزر الاخضر اللي هو ده، هتضغط عليه ضغطه وبعد كده تضغط هنا على ستارت. بعد كده هنضغط هنا على ران اون ذيس بيج وهيبدا دلوقتي انه يعمل لي الصور بتاعتي بشكل تلقائي. زي ما انت شايف كده بيختار لي النموذج وبيختار مقاس الصور وبيرفع لي الصور اللي انا عايز استخدمها كمرجع، وكل الكلام ده بيتعمل بشكل تلقائي زي ما انت شايف كده من غير ما احرك الماوس زي ما انت شايف كده. وزي ما انت شايف كده اضاف البرومبت وبعد كده بيضغط على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف دلوقتي بدا حاليا في توليد اول صوره. حرفيا يا شباب الاضافه دي رهيبه جدا وانا شرحتها في كذا فيديو، وزي ما انت شايف كده عمل لي اول صوره وبقت جاهزه بالمنظر ده. ودخل دلوقتي حاليا في تاني برومبت، بيضيف دلوقتي برضو الصور المرجعيه وبيضيف برضو تاني برومبت وبعد كده بيعمل لها جنريت زي ما انت شايف كده. وكل الكلام ده زي ما قلت لك بيتعمل بشكل تلقائي حرفيا وانت حاطط رجل على رجل. الحاجه الجميله جدا ان الاضافه دي مش بس بتولد لك الصور بل وكمان بتعمل لك داونلود او تحميل للصور بشكل تلقائي بدل الحاجه انك تحمل صوره. وزي ما انت شايف تاني صوره بقت جاهزه بالمنظر ده. وبالفعل كده يا شباب زي ما انتم شايفين الاداه خلصت وحولت لي جميع البرومتات بتاعتي الى صور زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انت شايف كده الصور كلها شكلها احترافيه جدا وبدقه عاليه، وده بسبب ان احنا استخدمنا النموذج بتاع نانو بنانا برو. واهم حاجه كده لو انت لاحظت ان القطه شكلها ما اتغيرش في جميع المشاهد وطالعه بنفس الشكل وبنفس كل شيء حتى بنفس عينيها الزرقاء. ولكن يا شباب علشان اكون صادق معاكم زي ما انتم متعودين مني دايما الحمد لله، يعني لو انت شغال على الموبايل واستخدمت الاضافه دي بتاعت اوتو فلو بنسبه كبيره ممكن تظهر لك اخطاء كتيره، والمشكله دي لاحظت انها بتظهر لو انت استخدمت الاضافه دي على الموبايل. انما لو انت شغال على الكمبيوتر او عندك على اللاب المشكله دي نادرا لما تظهر لك. المشاكل دي بتكون زي ان الاضافه مش بتكمل توليد الصور، يعني مثلا تلاقيها انها انشأت لك صوره او صورتين بالكتير، او مثلا تلاقي بالفعل ان الصور تم توليدها ولكن ما تمش تحميلها بشكل تلقائي عندك على الموبايل. طبعا انت في الحاله دي بتضطر انك تحمل الصور بنفسك انت بشكل يدوي، يعني بتضغط هنا على الصوره على داونلود بعد كده بتضغط هنا على داونلود 2K علشان الصوره تتحمل معاك. فانا قلت بس اقول لكم عشان ما تتخضوش لو ظهرت لكم المشكله دي، ولكن ان شاء الله ما يظهرش معاكم اي مشاكل. للعلم برضو انت تقدر تعمل نفس الطريقه دي اللي احنا عملناها على فلو من شويه ولكن من خلال ويسك. ولكن الاول لازم تحمل اضافه اسمها اوتو ويسك. اكيد طبعا هتلاقيني سايب لك تحت في وسط الفيديو في اول تعليق مثبت جميع الروابط بتاعت كل الاضافات علشان تدخل عليها على طول بدل ما تتعب نفسك. وبعد ما تحمل الاضافه دي بتاعت اوتو ويسك هتدخل عليها بالمنظر ده، وبعد كده تختار من هنا اي فيرجن او اي اصدار. انا الصراحه بفضل ان انا استخدم الاصدار رقم 2 ده اللي هو فيرجن 7.5.1، فهتضغط عليه بالمنظر ده وهتفتح معاك الاضافه بالمنظر ده. هترجع تاني على الشات جي بي تي وهتنسخ البرومتات دي اللي هي بتاعت كل المشاهد بالظبط زي اللي احنا عملناه من شويه، وهتعمل لها كوبي من هنا او نسخ. هترجع تاني على الاضافه وهتعمل هنا بيست او لصق للبرومتات اللي انت عايز تحولها لصور. بعد كده تضغط هنا على اد ايمجز وهتطلع فوق هنا عند السبجكت وهتضغط هنا على ابلود ايمج وهنرفع الصورتين اللي احنا عايزين نستخدمهم كمرجع اللي هم الصورتين دول. بعد كده تضغط هنا على اوبن، واول ما الصورتين يترفعوا عندك بالمنظر ده هتنزل تحت هنا عند الاسبكت ريشيو وهتختار المقاس ده اللي هو من 9 ل 16. واخيرا هتضغط هنا على ستارت. بعد كده تضغط هنا على ران اون ذيس بروجكت
وزي ما انت شايف هيبدأ دلوقتي يعمل لك اول صورتين. زي ما انت شايف كده برضه عمل لك الصور بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما انت شايف كده بيولد لي الصور بشكل تلقائي بالظبط زي اللي حصل مع الاضافه بتاعه اوتو فلو بالمنظر الرهيب ده. ومش بس بيولد لك الصور، لا ده كمان بيحملها عندك بشكل تلقائي. وزي ما انت شايف كده برضه بيطلع نتائج شكلها كويس قوي. ولكن طبعا النتائج بتاعه نانو بنانا برو افضل بكتير. ولكن انت حر، استخدم بقى الطريقه اللي تعجبك. بعد ما تولد جميع الصور بتاعتك بالمنظر ده، تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تحول المشاهد دي او الصور دي الى فيديوهات برضه بشكل تلقائي من غير ما تاخد صورة وتحولها الى فيديو. ولكن في حاجة مهمة جدا لازم نعملها قبل ما نحول جميع الصور بتاعتنا دي الى فيديوهات، وهو بكل بساطة ان احنا نرقم الصور بتاعتنا بالترتيب. يعني مثلا لو الصورة دي اول مشهد، هضغط هنا على كليك يمين، بعد كده اضغط هنا على رينيم واضغط بعد كده على رقم 1، وهكذا هعمل نفس الكلام مع باقي الصور التانية. وخلي بالك عشان الخطوة دي مهمة جدا علشان الفيديو بتاعنا يطلع مظبوط. بعد ما ترقم الصور بتاعتك بالمنظر ده بالترتيب، المرة دي بقى يا شباب هنحمل اضافة جديدة اسمها اوتو جروك. بعد ما تثبت الاضافة دي عندك على المتصفح، هتطلع فوق هنا وتضغط عليها، بعد كده تضغط هنا وهتلاقيه دخل على طول بشكل مباشر على موقع جروك. بعد ما الاضافه بتاعت اوتو جروك تفتح معاك بالمنظر ده، هتضغط هنا على فريم تو فيديو علشان احنا عندنا صور وعايزين نحولها الى فيديو. هتنزل تحت هنا وتضغط هنا، وبعد كده تحدد على جميع الصور بتاعتك بالمنظر ده، بعد كده تضغط هنا على اوبن، وهتلاقي ان الصور اتضافت عندك على الاضافه بالمنظر ده. وتقدر ترتبهم من هنا لو انت لقيت الترتيب غلط، لو انت عايز يعني، فهتقدر تسحبهم بالمنظر ده وترتبهم. بعد كده تطلع فوق هنا عند السيتنج او الاعدادات، وهتنزل تحت هنا عند الاسبكت ريشيو وتاكد ان هو معمول على 9:16 بالمنظر ده. هتضغط تاني وترجع على كنترول، بعد كده ترجع تاني على الشات جي بي تي، وهناخد جميع البرومتات دي كوبي من هنا. هنرجع تاني على الاضافه بتاعه اوتو جروك وهننزل تحت عند البرومتس، وهنضغط هنا ونعمل بيست او لصق عشان يضيف لنا جميع البرومتات بتاعتنا بالمنظر ده. بعد كده هننزل تحت خالص كده وهنضغط هنا على رن، ودلوقتي هيبدا لنا في تحويل الصور الى فيديوهات. زي ما انت شايف كده بدا دلوقتي يرفع اول صوره واختار المقاس بتاعها، وبعد كده ضاف البرومت وبدا دلوقتي يحول الصوره الى فيديو. وطبعا كل الكلام ده بيتعمل بشكل تلقائي، يعني حرفيا من غير ما تعمل اي حاجه. زي ما انت شفت كده الاضافات دي حرفيا بتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. وده شكل اول فيديو، زي ما انت شايف كده الفيديو شكله تحفه جدا، ودقه برضو الفيديو كويسه جدا. فانت بقى كده هتسيبه زي ما هو لحد بقى ما يحول لك جميع الصور بتاعتك الى فيديوهات. زي ما انت شايف كده كتب لي كومبليتد، كده معناها ان العمليه اكتملت بالكامل وحول لي جميع الصور بتاعتي الى فيديوهات بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده. طب افرض برضو لو واجهتك اي مشكله في موقع جروك، تعمل ايه؟ بكل بساطه تحمل اضافه تانية اسمها اوتو ميتا، وبعد ما تحملها عندك هتضغط هنا على جو تو ميتا، بعد كده تضغط هنا على كرييت او انشاء، وهتلاقي ان موقع ميتا فتح معاك. وبرضو موقع ميتا بيطلع برضو فيديوهات بجوده احترافيه، وموقع ميتا هو موقع مجاني بالكامل، يعني تقدر تصنع من عليه الصور والفيديوهات اللي انت عايزها حرفيا بلا حدود. والاضافه بتاعت اوتو ميتا فهي شبيهه جدا بالاضافه بتاعت اوتو جروك. هتقدر من خلال اد ايمجز هنا انك ترفع جميع الصور بتاعتك اللي انت عايز تحولها الى فيديوهات، ومن البرومت ليست هنا هتضيف جميع البرومتات بتاعتك، وبعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على ستارت. وزي ما انت شايف هيبدا دلوقتي يحول لك جميع الصور بتاعتك الى فيديوهات بالظبط بنفس الطريقه اللي كان بتعملها الاضافه بتاعت اوتو جروك. المهم يعني انت عندك كذا طريقه تقدر من خلالها تحول الصور بتاعتك الى فيديوهات بشكل تلقائي. وزي ما انت شايف كده ده شكل اول فيديو برضه طالع كويس جدا. المهم يعني انت تقدر تستخدم موقع ميتا لتحويل الصور الى فيديوهات، وبرضه تقدر تستخدم موقع جروك لتحويل الصور الى فيديوهات. شوف انهي موقع انسب لك واستخدمه. تعال بقى اوريك ازاي تقدر تعمل تعليق صوتي وتضيفه على الفيديو. علشان تقدر تعمل تعليق صوتي كل اللي انت هتعمله هترجع تاني على الشات جي بي تي وهتروح هنا وتضغط على نيو شات علشان نفتح موضوع جديد. بعد كده هتروح هنا وتكتب الجمله دي، اكتب سكريبت فيديو تعليمي قصير عن موضوع، وبعد كده تكتب هنا الموضوع الفيديو بتاعك ايا كان. بما ان انا عامل الفيديو بتاعي اصلا عن هيحصل ايه لو القطه اكلت لحمه نيه، فهكتب في الجزئيه دي موضوع الفيديو بتاعي. بعد كده تضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف بدأ حاليا في توليد التعليق الصوتي بالمنظر اللي انت شايفه ده. تعال بقى اوريك ازاي تقدر تحول السكريبت ده الى تعليق صوتي بطريقه سهله جدا وبسيطه. كل اللي انت هتعمله هتحدد على السكريبت بتاعك بالمنظر ده وهتاخده كوبي. بعد كده هتفتح عندك جوجل اي اي ستوديو، هتنزل تحت هنا وتضغط على بلاي جراوند، بعد كده تضغط هنا على تكست تو سبيتش، اختار من هنا اي نموذج. انا على سبيل المثال اختار النموذج ده. هتروح هنا وتضغط على سنجل سبيكر اوديو، بعد كده في التكست هنا هتضيف النص او التعليق الصوتي، وبعد كده من هنا هتختار الصوت اللي انت عايزه. انا مثلا هختار الصوت ده. بعد كده تضغط هنا على رن، وهيبدا دلوقتي في تحويل النص ده الى تعليق صوتي احترافي.
تخيل إن قطتك دخلت المطبخ وخطفت قطعة لحمة نيئة قبل ما تلحقها. هل ده طبيعي ولا خطر؟ الحقيقة زي ما انت سمعت كده التعليق الصوتي كان ممتاز جدا، وما تحسش خالص ان هو معمول بالاي اي او الذكاء الاصطناعي. هتنزل تحت هنا وتضغط على الثلاث نقاط، وبعد كده تضغط هنا على داونلود او تحميل، والتعليق الصوتي هيتحمل معاك في خلال ثواني. ولكن يا شباب لو انتوا عايزين مني نصيحة اخوية، انا الصراحة بفضلش انك تعمل التعليق الصوتي بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، عشان زي ما انت عارف اليوتيوب الايام دي بدأ انه يضيق على المحتوى بتاع الاي اي او محتوى الذكاء الاصطناعي. فمن افضل انك تعمل التعليق الصوتي ده بصوتك انت. لو انت عندك اي مايك صوته كويس تقدر تجيب السكريبت ده كده قدامك وتقراه، وده هيكون افضل لك، وده طبعا هيعلي من ان اليوتيوب تفعل عندك الربح عندك في القناه. فدي نصيحه اخويه مني، وده علشان انا بتمنى لك كل خير والله. ولو انت مش معاك مايك او المايك بتاعك ضعيف، في مايك كويس جدا اسمه بويا ام 1، والمايك ده هتلاقيه بيتباع على امازون، اللي هو المايك ده، وسعره 525 جنيه مصري. ولو انت عايز تعرف سعره بالدولار، المايك ده حوالي عامل 13 دولار وشويه. وعايز اقولك ان المايك ده ممتاز جدا وينفع تبدا بيه في اليوتيوب. مع العلم انا اصلا بادئ قناتي بالمايك ده، هو حرفيا. حتى لو انت اتفرجت على فيديوهاتي القديمه هتكون عارف ان انا بستخدم المايك ده. فانصحك انك انت تسجل الفيديوهات دي بالمايك ده او باي مايك تاني عندك كويس، مش شرط يعني تستخدم المايك ده. احنا خلاص كده يا شباب كل حاجه بالنسبه لنا بقت جاهزه، وهنروح دلوقتي على المرحله الاخيره وهي المونتاج، علشان نجمع كل الفيديوهات دي مع التعليق الصوتي ونضيفها جوه فيديو واحد. وعمليه مونتاج الفيديوهات دي مفيش اسهل منها. هتفتح عندك اول حاجه اي برنامج لمونتاج. انا عن نفسي بستخدم برنامج كاب كات، ولو انت شغال على الموبايل في برنامج كويس جدا اسمه في ان، تقدر تنزله عندك من بلاي ستور، والبرنامج ده شبيه ببرنامج كاب كات. اول حاجه هتسحب التعليق الصوتي وتنزل بيه تحت هنا بالمنظر ده. اول حاجه هتسحب اول مشهد وتنزل بيه تحت هنا بالمنظر ده فوق التعليق الصوتي، بعد كده تنزل وراه بالمشهد الثاني والثالث هكذا، وهتعمل نفس الكلام مع المشهد الرابع والخامس والسادس. بعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على ريشيو، وهتنزل تحت هنا وتضغط على 9:16 بالمنظر ده. لو انت عايز تضيف على الفيديو كابشنز او الكلام اللي يكون مكتوب على الفيديو، هتطلع فوق هنا وتضغط على كابشنز. بعد كده اتاكد ان هو معمول على اللغه بتاعه التعليق الصوتي. انا مثلا هخليه على اللغه العربيه. بعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد، وبالفعل كده زي ما انت شايف اضاف لك على الفيديو كابشنز. ولكن لو انت خدت بالك كده هتلاقي انه بخط صغير، فتقدر انك تكبر الخط بالمنظر ده كده شويه وتطلعه فوق في المنطقه دي مثلا. وممكن مثلا من هنا تغير الفونت او الخط لاي خط انت عايزه. انا مثلا هخليه على الخط ده، وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان الكابشنز شكله بقى افضل بكتير جدا من الاول. لو انت بالنسبه لك كده كل حاجه تمام، هتطلع فوق هنا وتضغط على اكسبورت، وهتختار من هنا المنطقه اللي انت عايز تحفظ فيها الفيديو. انا مثلا هحفظه هنا. بعد كده تضغط هنا اعمل الفيديو بتاعك على نفس الاعدادات اللي انت شايفها قدامك دي. بعد كده تضغط هنا على اكسبورت، ويبدا دلوقتي في تحميل الفيديو عندك على الكمبيوتر. تعالى بقى كده اوريك جزئيه من الفيديو بعد ما احنا عملناها مع بعض. تخيل إن قطتك دخلت المطبخ وخطفت قطعة لحمة نيئة قبل ما تلحقها. هل ده طبيعي ولا خطر؟ الحقيقة إن القطط في الأساس حيوانات آكلة للحوم، وجسمها مهيأ لهضم اللحمة النيئة. لكن زي ما انت شفت كده الفيديو الصراحه كان ممتاز جدا وشبيهه جدا للفيديوهات اللي احنا قلدناها. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلتش عليك باي معلومه، فاتمنى منكم برضو ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب، وانكم تفعلوا زر الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. انصحك جدا تتفرج على الفيديوهات اللي ظاهره قدامك على الشاشه، صدقني هتفيدك جدا. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.